السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا احلى متتبعين، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو بالصحه والراحه وطول العمر باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نحضر معكم هاد الجنيوحات بالبطاطا في الفرن، راهم كيجيو غزالين غزالين كيحمقوا. كنتمنى حتى نتوما تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله. علاش لا؟ ندوزو للطريقه على بركه الله. ما تنساوش لايك الفيديو، الله يجازيكم بخير. كما قلت لكم ندوزو للطريقه. هنا عندي جنيوحات ديال الدجاج، عندي شويه ديال الملحه. بالنسبه للجنيوحات كيبقى على عدد افراد الاسره، على حساب الاسره واش كثيره ولا قليله يمكن لكم تزيدوا او تنقصوا. هنايا عندي شويه ديال صلصه الصوجه اختياريه ماشي ضروري، شويه الخرقوم، شويه سكنجبير، شويه الابزار، شويه ديال الزعتر مطحون، شويه التحميره اي البابريكا، وشويه القزبر حبوب يعني القزبر يابس مطحون. وهنايا عندي واحد جوج فصوصه ديال الثومه محكوكين، معلقه كبيره ديال الخل، ومعلقه كبيره ديال الياغورت الطبيعي بدون سكر يعني دانون مسوس. وهنايا غنضيف الزيت، وصدقوني راهم جاو غزالين رائعين كيحمقوا. 3 المعالق ديال الزيت وشويه ديال الماء صافي، وغنمزجهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. نخلطهم مزيان بيدي، وكما قلت لكم راهم جاو غزالين رائعين في المذاق ديالهم. غير جربوهم، ديروهم الفخيضات ديال الدجاج، ولا يعني الدجاج صاين هكاك، ولا الدجاج بحال هكاك تفصلوا وديروه في الفران بهاد التوابل، راها كتجي رائعه كتجي غزاله. وهنايا ضفت معلقه كبيره ديال النشا، ضيفوها مع التوابل. انا راه نسيتها حتى الاخر، زعما حتى الاخر عاد ضفتها. ضيفوها في الاول وخليوها خليوها الجنوحات يرتاحوا. قد ما خليتوهم راه مزيان كنتو مزروبين ماشي مشكل. صافي هنا بعد ما ارتاحوا ليا تقريبا واحد نص ساعه بحال ما هكاك، قطعت بطاطا دوائر على هذا الشكل هذا. صافي درتها في هذا المول ديال الزاج صافي، وكنست في الجنيوحات ستفهم في هذا المول هذا، اي مول متواجد عندكم كيبقى لكم الاختيار. وصدقوني راهم جاو غزالين كيحمقوا. كما قلت لكم النشا راه كتعطيهم واحد القرماشه وكتعطيهم واحد الختوريه، كيجيو الختوريه لهداك لاصوص كيجيو رائعين. وبالنسبه لصلصه الصوجه ماشي ضروري، يعني اللي عنده يديرها، اللي ما عندوش يستغنى عليها. صافي هنايا غنستفهم في هذا المول ديال الزاج، وغنضيف ليهم هذاك التتبيله اللي بقات ليا في هذا الاناء. نضيف ليه واحد شويه ديال الماء، وغنخويها فوق من البطاطا كيف ما كتشوفوا معايا، يعني فوق من في المول ديال الزاج صافي. وغنضيف لهم شويه ديال الزيت وندخلهم للفران يطيبوا على خاطرهم. غطوهم بابي كويسون داك ورق الطبخ، وعاودوهم بالالومنيوم. انا قلبت عليها غير واحد الصينيه صافي ودخلتهم للفران. صراحه راهم كيجيو غزالين، وقد ما خليتو يعني داك الجنيوحات تشربوا التوابل قد ما كيجيو زوينين. وكما قلت لكم الا كنتم مزروبين بلاش يعني، غير رقدوهم وديروهم شوفوا كيفاش كيبانوا كيجيو محمرين غزالين، وديك داك لاصوص ديالهم كيجي عاقد خاطر، وكيجيو طيبين رائعين كما قلت لكم غزالين ما شاء الله. غير جربوهم. وهذا الفيديو راه مصوره انا في رمضان، يعني عاد كتب باش نلوحو. وكنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ديالي، وما تنساوش لايك الفيديو، الله يجزيكم بخير، والاشتراك في القناه باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي فضلا وليس امرا، الله يجزيكم بخير. شوفوا راهم كيبانوا طيبين يعني فتيين دغيا كيطيبوا، كياخذوش لكم الوقت نهائيا. وفي الصراحه وصلنا لاخر الفيديو، ما سخيتش بكم. تنقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.